اكتر حاجه مضايقاني، انا قلت لكم بتضايق من هنا الناس اللي بتبقى عايشه هنا واحس انها مش عايزه ترجع مصر، حتى لو راحت مصر تبقى اتبسطت وكل حاجه اجزت هناك ورجعت. لازم تتكلم على المساوئ بس اللي في مصر، ده بالنسبه لي غير مقبول. الحاجه التانيه اللي مضايقاني جدا جدا جدا، ازاي في ولاد مصريين عايشين في مصر ما بيتكلموش عربي؟ ازاي وليه؟ انا مره ماشيه في السنتر عندي، كان عندنا الكورس الصيفي وعندنا اطفال كتير، شايفاهم قاعدين كان في وقت البريك بياكلوا، وماشيه كده وسامعهم كلهم قاعدين يكلموا بعض بالانجليزي. فرحت سالت كذا حد، انت مصريه؟ انت مصري؟ ايوه. طب بتتكلموا بالانجليزي مع بعض ليه؟ عمركم شفتوا 2 امريكان او 2 انجليز بيتكلموا بعض بالعربي في بلدهم؟ حاجه مش قادره افهمها. قلت لهم ده انتوا عندكم ميزه كبيره، انتوا تقدروا تتكلموا عربي وتقدروا تتكلموا انجليزي، وكمان بنبقى كتير مننا اتعلموا لغه ثالثه كمان، ممكن يكون فرنساوي، ممكن يكون اسباني. دي ميزه كبيره قوي، ليه نضيعها؟ الا احسن في الانجليزي من العربي. انا بقول لهم اللغه العربيه دي من اغنى اللغات، دي بقى ظاهره شايفاها زايده زياده عن اللزوم، وبالنسبه لي ده معناها انه مفيش خالص فخر بتراثنا ببلدنا بلغتنا، مع انه احنا مفروض دلوقتي بالعكس نشتغل نرجع تقوى تاني.